اولاد عشان رايحين اسكندريه. حلوه الدخله دي. رايحين اسكندريه. رايحين اسكندريه. لو كلها معلمين احنا العتاولة. يلا بينا راجل يلا خلينا نصيف ونتدلع وندلع العيال. هنروح مطروح احسن يا ماما. خلاص خالص يا كان على عيني يا ابني، بس ده انا اقنعته باسكندريه بالعافيه. يلا اللي يجي منه احسن منه. هتيجي نروح مواصلات احسن يا فوزيه. مواصلات يا راجل انت؟ انا مش ناقصه فرهده. يبقى معانا عربيه ونروح مواصلات ليه يعني؟ بابا عايزين نركب في العربيه عشان نشغل اغاني. انا مش قلت لك اخلص؟ يلا يا عيال عشان ننزل الشنط في العربيه. يا رب تسبحنا وربحنا وعلى الصحراوي ما تفضحنا. العربيه شغاله وحلوه ايه؟ امال بتضحك علينا ليه؟ عايز تاخدنا مواصلات؟ الشيء ده لما بيتكلم بينرفزني. بس يا واد سيبه يركز في السواق. لا انت كده يا اخويا هتاخد طريق ايه؟ على حسب ما الجي بي اس يودينا بقى، اهم حاجه نوصل. انا من رايي تاخد الصحراوي. لا لا لا، ياخد الزراعه احسن يا ماما. ماما انا جعان. ماما انا عطشان وانا عايز اخش الحمام. ده انتوا جايين تحققوا احلامكم هنا بقى. تقف لنا كده يا اخويا على اي جنب، خلينا نفك زنقتنا. ابوس ايدك يا زوبا ما تكسفنيش. وصلنا بس لحد اسكندريه وكتر الف خيرك. انا ما قصرتش معاكي في حاجه، مغير لك بوجيهات وبطاريه وزيت وميه خضرا. اعمل لك ايه تاني؟ ما انا ماشيه اهو وانا اتكلمت. ايوه بس انا حاسك مش مظبوطه، في حاجه مخبيها عليا. انت ونصيبك بقى. يعني اكمل الزوبه ولا ايه؟ اوعى الزوبه اديكي الامان تديني بالباقي البان. ما تدوس شويه يا راجل، الطريق فاضي قدامك اهو. احنا كده مش هنوصل ولا بعد يومين. في التأني السلامه فوزيه. بابا هو ايه اللمبه الحمراء اللي منوره في التابلو دي؟ انا اول مره اشوفها. لمبه حمراء؟ سواد العلل. انا كان قلبي حاسس. ايه اللي حصل بس؟ ما كانت ماشيه وزي الفل. خلاص انت خالص. ليه كده زوبة؟ ليه التخفيله الوحش دي؟ وفين زوبة؟ عالصحراوي عالصحراوي يا زوبة. تستاهل. مش انت اللي عمال تشقلطني من ميكانيكي لميكانيكي وكل واحد يحسس عليا شويه ولا حد حاسس باللي فيا؟ ما انا حطيتك على جهاز كشف العطالة الزوبة ما طلعتيش حاجة. العطال دي ما بتتشافش يا استاذ، العطال دي بتتحس. وانت تعطلي ليه من اساسه؟ انا قصرت معاكي في ايه؟ صيانة وبصيانك، مية خضرا وبحطلك، زيت وبغيرلك، ضبط زوايا وبضبطك، ترصيص وبرصصك، نفخ وبنفخك. حرام عليك، خربت بيتي. اعمل لك ايه تاني؟ ضيع بقى كل الحلو بتاعك بكلامك الدبش ده. انا كده عملت اللي عليا والزياده، وانت كده جبت اخرك معايا. سامحيني بقى في اللي هعمله. هتعمل ايه يا حموكشه؟ اعمل ايه يعني؟ هصلحها. ده اخرتي اللي اشترى عربيه من احمد الخضري. يعني ايه؟ مفيش مصيف؟ لا توكس على عينك بقى، روح اربي عيالك. العربية دي كده جابت جوان هندسة. يا ما جاب الغراب لامه. ده يطلع ايه الجوان ده هندسة؟ جوان وش سلندر. وده يطلع ايه جوان وش البلندر ده؟ جوان وش سلندر يا استاذ، ده اللي بيبقى بين الشورت بلوك وراس المكنة سخنت فجوان ساح. هي لحقت تسخن؟ ده احنا ما مشيناش 20 كيلو. عشان المروح ما كانتش شغالة فالعربية سخنت فالمية اتبخرت فضربت جوان. طب والعمل يا هندسة؟ خطر تمشي بيها كده هتضرب معاك مكنة. امال هنعمل ايه؟ هنصيف على الصحراوي؟ لازم تروح لأقرب ميكانيكي. هو في ميكانيكية هنا على الصحراوي؟ لا بس في واحد ميكانيكي انا اعرفه، هنحط العربية على الونش ونروح له ويصلح الجوان. روح يا شيخ الله
يبارك لك، ربنا يكتر من امثالك، ربنا ما يوقعك في دقيقة ابدا. لا الكلام ده ما ياكلش، انا هاخد 1900 جنيه. وتصلحها يعني؟ صلح يا استاذ، ده حق المشوار بس. ومالك فرحان كده ليه؟ اه استاذ انا بنجدك من البهدله، انت معاك مدام واولاد وهتتبهدلوا على الطريق. طب لما انت عارف ان معاه مدام واولاد خليك حنين. خلاص هاخد منك 1500 بس. طب ما ينفعش تحاول معاه محاولة كده يمكن تظبط؟ اللي هيقرب منها ولعه، انا عايزة اروح للميكانيكي. ما تخافيش يا زوبة، مش هيعمل فيك حاجة. ماليش دعوة، انا عايزة اركب على الونش، طول عمري بتركب، نفسي اركب على الونش. خلاص يا استاذ ما تحاولش، طالما صممت رايها يبقى هتركب على الونش. عاجبك كده يا هانم؟ يا حبيبي الحمد لله، يمكن ربنا فدانا من حاجة تانية. اهو ده اللي انت فالحة فيه، وانت خسرانة حاجة؟ انا عندي ليك حل حلو يا استاذ. قول بسرعة. هنحط العربيه على الونش ونروحك، ولما تصلح عربيتك براحتك يبقى روح زي ما انت عايز. والله فكرة. انا اصلا المشوار ده مش جاي على هوايا من اساسه. ده انا اصور لكم قتيل هنا. حاولها نروح ولما نصلحها نبقى نرجع تاني. مفيش منه الكلام ده. هنصيف، احنا هنصيف، مش راجع البيت ده تاني غير لما صيف. وانا كمان عايزة صيف. وانت متأكد يا اسطى ان هي جابت جوان؟ مش يمكن حاجة بسيطة؟ ايوه طبعا متاكد، عيب عليك. هي المفروض لما تجيب جوان تعمل ايه؟ بتعمل بلولو بلولو. بتعمل ايه؟ بلولو بلولو. وما عملتش بلولو بلولو قبل ما اطلع ليه؟ ما هي ما كانتش سخنت لسه. يلا بينا يا اسطى، خربانة خربانة. كده الزوبة تعملي بلولو بلولو من ورايا. من ساعة ما جبتني وانت بتركبني عمرك اشتكيت مني؟ الشهادة لله لا. طب مش ملاحظ حاجة؟ حاجة زي ايه؟ من ساعة ما الولاية الفقرية دي ركبت جوايا وانا مش طالعة لقدام. لا 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 شيخة، ما تقوليش كده، حرام عليكي، تلاقيكي بتقولي كده بس عشان غيرانة منها. عدال يا اخويا ومجعوصة على الكرسي قوي، تقولش راكبة مرسيدس موديل السنة ومش تقعد مريحة، لا قاعدة تفعص في الزراير وتشغل التكييف وترفع الإزاز وتشغل الكاسيت، وأنا مهما كان شاسيه وكاوتش. فاكر لما قالت لك يا ريتك بتهتم بيا زي ما بتهتم بالعربية؟ خلاص يا زوب أنا عندي حل. قول بسرعة. أنا بعد ما أرجع من اسكندرية هبيعك. تصدق أنت راجل نايس وما عندكش دم. انا كنت بفكر ادور واوصلكوا، بس بعد اللي سمعته ده هاتولي ونش، هاتولي ونش. يا خسارة كيلومتراتك اللي ضاعت على الرصيف يا زوبة. يا واد افهم بقى يا واد، تعبتني. ماما ما تزعقيش يا ماما، البعيد مش عايز يفهم. طب هقعد شوية على الموبايل ونرجع نذاكر. مفيش زفت موبايلات. طب انزل العب مع صحابي شوية في الشارع. يا ابني ما تجننيش، الامتحانات قربت ولازم تذاكر. فوزية في ايه؟ صوتكوا جايب اخر الشارع ليه؟ تعالى شوف ابنك عشان انا جبت اخري. مالك ياد في ايه؟ مزعل امك ليه؟ بابا ما بتعرفش تشرح وما بفهمش منها حاجة. انا يلا؟ ايوه انت. خلاص يا فوزية، خلاص انا هذاكر له انا. تعالى اخويا اما نشوف اخرتها معاكوا انتوا الاتنين. ايه ده؟ ايه الست دي ما بتعرفش تشرح وعماله تزعق؟ ايه ده؟ الله يكون في عونك يا جدع، اتجوزت الست دي ازاي؟ النصيب، اعمل ايه بس عشان تحس وتعذر ابوك. لما معاها حته دبلوم وعماله تتنطط كده، امال لو معاها بكالوريوس زيك كانت عملت ايه؟ حبيب قلبي، يلا عشان نذاكر. طب على النعمة انت هيئتك هيئة استاذ، انت خسارة في البلد، انت كان المفروض تشتغل مدير مدرسة او موجه تربية والتعليم. يعني مش عارفة اقول لك ايه، بس الحمد لله كل واحد باخد نصيبه يا ابني. دنيا. طب انت عارف يا بابا بيني وبينك على طول الولاية دي ظلماك يا عيني، تقول عليك متكبر ومغرور وشايف نفسك، وانت يا عيني اغلب خلق الله ومتواضع ومفيش زيك اتنين. ايه ده؟ هي قالت كده؟
اسكت لا تسمعنا، يا ريتها جت على قد كده، دي بتقول في ظهرك بلاوي لست يا عيني ظلماك. قالت إيه تاني حبيبي؟ عمالة تقول لها الواد ما بيذاكرش ياما وخايفة لا يطلع فاشل زي ابوه. هي قالت كده؟ يا ريتها جت على قد كده، ده الموضوع دخل في منطقة أعراض. قالت لها يا أختي أنا مش عارفة حظي منيل كده ليه، دونا عن رجالة الدنيا كلها، نصيبي ما يوقعنيش غير في ده. هم قالوا كده؟ ده ما وراهمش غيرك 24 ساعة قاعدين ينتفوا في ريشة. ماشي يا فوزية، استناني انت هنا حبيبي. لا لا خد هنا، رايح فين؟ ده هتعرف كده إن أنا اللي قلتلك. مش قادر استحمل. نزلني طيب الشارع عشان أنا بخاف منها، ودي ولا مفترية، ممكن تمسكني تضربني، أنا مضمنش. اخلع انت. السلام عليكم. فوزية. أيوة حبيبي، في حاجة؟ كم دول يا فوزية؟ دول 5 حموكشة. ودول يا فوزية؟ 5 حموكشة. يبقوا كام يا فوزية؟ يبقى 10 حموكشة. طب ما انت بتعرفي تعد اهو. انت اتجننت يا راجل انت ولا ايه؟ وبعدين الواد فين؟ الواد ده ببعته الشارع يجيب لي حاجة. يا موكوس، هرب منك زي كل مرة. فوزية عيبة فوزية، هو الواد بيستقل بيا من شوية. على النعمة انتوا الاتنين رجلي كنب مالكوا اي لازمة. الله يسامحك يا فوزية، الله يسامحك. ايه ده، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ يا اطمن عليك. لا ما تقلقش، كله تحت المسطرة. انت رافع ايدك كده ليه؟ كنت بقيس بالمسطرة. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا فوزية. اموت واعرف ايه الذنب اللي عملته في حياتي وقعني الوقعة السودة دي. انت بتقول ايه يا راجل؟ بقول ايه الولاية الحنينة دي؟ طب يلا تعال عشان ترميلي الزبالة. لحد هنا وستوب يا فوزية. انا حموكش بس راجل قوي. عدي اليوم يا حموكشة. ولو ما عديتوش يا فوزية هتعملي ايه يعني؟ هخلعك، ودلوقتي اي حد بيتخلع بيتكتب في بطاقته مخلوع. ايه ده، يعني اي حد كده هيمسك بطاقتي يلاقيني حموكش المخلوع؟ ايوه، هتبقى حموكشة المخلوع ب3. لو على ايه الطيب احسن. عادي اللي بناخده من المرأة وحقوق المرأة. راح بينا على فين يا دنيا؟ ايه اخبار المحل هذا حموكشة؟ ما اكدبش عليك يا حاج، الدنيا واقفة خالص. يعني ايه الدنيا واقفة؟ الناس بطلت تاكل وتشرب ولا ايه؟ اعمل ايه انا يا حاج، الدنيا نايمة خالص. لو نايمة احنا نصحيها. اخلي الناس تشتري بالعافية انا يا حاج؟ لا طبعا، بس في حاجة اسمها فن البيع. فن البيع؟ اتفرج عليا واتعلم لعلك تتعظ. ورينا يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤمر يا جميل. عندكم عسل؟ ايه ده، العسل بنفسه جاي يشتري عسل. الله يحفظك يا حاج. العب السمك، عايز كم كيلو عسل يا عسل؟ انا كنت جاي اخد كيلو، بس عشان لسانك الحلو ده انا هاخد 5 كيلو. اتفضلي على الكاشير يا قمر. مالك يا هتفضل متنحلي كده كتير؟ روح حاسب الزبونة وتعالى. قال الدنيا نايمة، قال انت اللي نايم في مية البطيخ. حسبت الزبونة يا؟ حسبتها يا حاج، بس ايه ده انت طلعت عكروت كبير وانا مش واخد بالي. ده انت خليت الولاد تاخد 5 كيلو عسل. دي البيع ده فن مش عن ومنك نستفيد يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمورة الستات، لو سمحت كنت عايزة نص كيلو حلاوة. هو اللي أنا سمعته ده صح؟ اللي هو إيه؟ عايزة نص كيلو حلاوة؟ أيوة مظبوط، إيه الغريب في كده؟
اصل اول مرة اخد بالي ان الحلاوة بتاكل حلاوة. اخرب على كلامك الحلو. اجيب لك كام كيلو يا قمر؟ خليهم 3 كيلو حلاوة، ولا اقول لك خليهم 5؟ 5 في عين اللي ما يصلي على النبي. قدامي على الكاشير يا جميل. يا ابني ليه يا حاج؟ ده انت طلعت استاذ. اتعلمت ادب ومخ تخين ولا لسه؟ ايه اللي اتعلمت يا حاج؟ ده انا هبهرك. وريني بقى هتعمل ايه مع الزبونة اللي جاية دي. عم حاسب الزبونة بتاعت الحلاوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر جميل. لو سمحت كنت عايزة كيلو لبن. ايه ده؟ البقرة بنفسها جاي تشتري لبن من عندنا؟ انا بقرا يا راجل يا مهزأ. انده لي صاحب المحل بسرعة. شوادي الحلل. اندهيلي الزفت اللي اسمه حموكش. صباحنا وصباح الملك لله. خير يا عمنا. احب اقولك ان استقالتك ما توافقش عليها، وعيب لما تبقى ابن الشركة وتعمل كده في امك. هو في ام تعمل كده في عيالها؟ لازم كلنا نستحمل لحد ما الظروف الصعبة دي تعدي. انا مين يستحملني؟ انا لما بغيب يوم بتخصمولي ب3، ولما بمشي بدري ساعة بتخصمولي نص يوم، ولا في حوافز ولا مكافآت، والواحد مستحمل وبيقول له النوايا تسند زير، لكن كده كتير. جاي تقول الكلام ده بعد 5 سنين يا حموكشة؟ بعد ما بقى لحم كتفك من الشركة؟ عم تنيل وانا قاعد فيها كتاف اصلا؟ ده انا بقيت شبه عقلة الاسبع. ده انا بستلف فلوس عشان اجي الشغل. ابن الشغل مش مجرد فلوس وبس، ده الكارير بتاعك ووضعك الاجتماعي. الكارير قال اكرره. خلاصة الكلام استحملنا الفترة دي لحد ما نجيب موظفين جدد. 10,000 جنيه ما ينقصوش مليم. 10,000 دول بتوعي دول. السالري الجديد بتاعي. salary? what is the meaning of salary؟ يعني المرتب الأبي جحلتها. عايز تقبض 10,000 جنيه؟ ده انا مدير الشركة ما باخدش 6,000 جنيه. كتير عليك بصراحة. هو انت لازمتك ايه في الشركة اصلا؟ احترم نفسك يا ولد، انت بتكلم الجيرنال مانجر. لا جنرال مانجر بلا همبرجر. حموكش يا ابني، انت زي ابني بالظبط. هو حد يعمل في عياله اللي انت بتعمله ده يا راجل مفتري؟ يا ابني احنا بنمر بأزمة اقتصادية. ديك قلت اقتصادية تقوم تنشفها عليا. اروح اقبض من يومين الاقيهم بيدوني 500 جنيه. ده انا سلف من امي بس لحد دلوقتي 2200 جنيه، وعلى العم عبده البقالة 1900 جنيه. ما انت كنت بتغيب كتير برضه يا حموكش. مش بإيدي والله، ما بإيدي. أنا ببقى ماشي من هنا راسم خطة، أول ما بوصل بتتغير الخطة. وانا ايه ذنبي؟ لازم نشيل بعدنا مدير. كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. بعدين هو أنا ما ورايش غير الشغل وبس ولا إيه؟ مش عندي بيت والتزامات وزوجة وأولاد وأم وأمهات وأب وبنات وصحاب وصحبات وبلاي ستيشن وسهرات. يعني حضرتك عايز تتصرمح واحنا نعطل؟ حاشا لله، مين قال كده بس؟ ما انا باجي تاني يوم بخلص اللي وراه كله، مش لازم اجي كل يوم يعني. هو انا ما ورايش غيركم ولا ايه؟ يعني افهم من كلامك انك عايز تيجي يوم وتغيب يوم؟ اغيب يومين واجي يوم. لا بقى كده كتير. على قد فلوسكم. مش عاجبك ارفدني. خد بس يا حموكش. لا انا زعلان. خلاص ما تزعلش، حقك عليا. والله العظيم لا اقول لامي.
ابدأ يا معلم زيتونة. السؤال الأول، من هو خال ولاد عمتك؟ خال ولاد عمتي، ولاد عمتي اللي هم ولاد اخت ابويا وابويا خالهم، يبقى ابويا. إجابة صحيحة. تتحداني انا ده انا هنفخ. ما تفرحش قوي كده، ده لسه اول سؤال. الجواب بيبان من عنوانه حبيبي. السؤال الثاني، ما هو الشيء الذي أمامك باستمرار ولكن لا تراه؟ ايه ده؟ ازاي يعني؟ معرفش، هو السؤال كده. ازاي يعني قدامه مش شايفه؟ يمكن البعيد احول ولا حاجة. قال يعني انت اللي عارف اخويا. اه طبعا، اقول يا معلم زيتونة. إما نشوف الأول عارف ولا مش عارف. غلب حمار يا معلم. قول أنت أينشتاين زمانك. المستقبل على طول قدامنا بس ما بنشوفوش. إجابة صحيحة. ده ايه المستقبل المنال ب60 نيلة ده؟ كده 2-0 الحموكش. قلت لك يا ابني ما تتحدانيش في الالغاز. انت بتذاكر من وراها يا اسطى؟ يا ابني الذكاء ده ملوش علاقة بالمذاكرة، دي جينات. السؤال ليك يا حموكش، ما هو الشيء الذي يمكنه اختراق الزجاج دون أن يكسره؟ يمكنه اختراق الزجاج دون أن يكسره. يا ابو الحماكيش يا أصلي، الضوء. إجابة صحيحة. حاول تعمل حاجة بقى عشان منظرك بقى وحش. ما تقلقش يا معلم، انا باجي من ورا لقدام. أيوة بس دي لا باين لها ورا ولا قدام. 3-0 كده الحموكش. اديني طب سؤال سهل يا معلم. تأكل ولا تشبع. تاكل ولا تشبع. بطني. هي وجهة نظر تحترم، بس للأسف الإجابة غلط. أقول أنا يا معلم. قول يا نجم. النار. إجابة صحيحة. 4-0 الحموكش. ولسه إيه ولسه إيه. يا معلم بقول لك سؤال سهل يا معلم، تقول لي تاكل ولا تشبع، انا اعرف منين؟ وانا مال انا، انت هتجيبها فيا انا ليه؟ ما هو عمال يجاوب على كل الاسئله اهو. بطل تلاكيك بقى، انت لسه فيك العادة الوسخة دي. احنا قلنا تحدي ذكاء مش تحدي الغاز. ما هو ذكاء يعني الغاز يهطل. السؤال لحموكش، يا فندم انا موجود. ما هو الشيء الذي يجب ان تكسره حتى تستخدمه؟ ايه يا معلم؟ الشيء الذي يجب ان تكسره حتى تستخدمه. هو ايه اللي عارف ولا مش عارف؟ لا دي صعبة بصراحة يا معلم. البيضة يا معلم. اجابه صحيحه. اوبا. اه يا معلم، ما انت كنت ماشي كويس. هو ايه ده اللي لازم اكسره عشان استعمله؟ طب لعلمك بقى انا باكل البيضة بقشرها. هيعيط اهو، هيعيط، هيموت، هيولي دكة كوت. اللي بعده يا معلم. عقرب ولكنه غير مؤذي ولا يخاف منه احد. عقرب الساعة. اجابه صحيحه. مش قلت لك باجي من ورا لقدام يا معلم؟ معلم زيتونة، انت اتعاطفت معاه ولا ايه؟ انا ماشي بالاسئله بالترتيب. ارتبه. اللي بعده يا معلم. حيوان لا يبيض ولا يلد. ده اللي هو ازاي يعني؟ لا بيبيض ولا بيولد. امال بيعمل ايه؟ الصحيح يا معلم. ذكر الحيوان. ذكر الحيوان. معلم الشغل حمادة وقع منه، رحت تجيبه ده. وانا مالي يا عم، انا ماشي على الاسئله. طب خش يا معلم على اللي بعده. كده النتيجه لحد دلوقتي 4-2 لحموكش، والسؤال الجاي ليك يا ممس. قول يا سيدي المعلمين. ما هو الشيء الذي يأخذ منك
قبل أن يعطي لك. يأخذ منك قبل أن يعطي لك. معمل التحاليل. غلط. انت عبيط يا ابني، معمل تحاليل ايه اللي بياخذ منك قبل ان يعطي لك؟ بياخد الفلوس ويديك النتيجة. لا طبعا، هو مش قصده كده خالص. قول انت ابو الحماكيش. معمل الاشعة. غلط. الإجابة الصحيحة هي الصورة. اخ يا بنت اللذينة، دي كانت تايهة عن نفوخي فين دي. تلاقيها كانت بتعمل أشعة. ما تحلوش يا اسطى. أنا برضو اللي بحلو. أمال أنت إيه؟ باكل سوشي في الجو. خليك شاهد بيعملها يا معلم. خلاص بقى بلاش لعب عيال. اللي بعده. أيهما أثقل، كيلو السفنج ولا كيلو الحديد؟ كيلو الحديد طبعا. إجابة خاطئة. عشان تعرف بس إن هو على الله حكايته. جاوب انت يا ممس. اجاوب بقى يا معلم، ما خلاص طالما اجابتي طلعت غلط اكيد التانية اللي صح. وأنا مال أنا ذنبي إن أنت جاوبت غلط. لا يا حبيبي كده مش فير، ده سؤال اختياري يعني المفروض ملوش اجابة تانية. لو ربنا ماليش دعوة مش هكمل أنا كده يا معلم زيتونة. هو قال الحديد وطلعت غلط، يبقى أنا أقول السفنج. ريحوا دماغكوا شوية بهايم، انتوا الاتنين غلط. صباح الفل يا مدير. صباح الزفت على دماغك. طب ليه بس كده يا إدارة؟ ما جيتش الشغل امبارح واول ليه؟ معلش يا مدير، أول امبارح كان عندي برد وامبارح راحت عليا نومة. معلش واصرفها فين معلش دي ان شاء الله؟ في بنك السوري الدولي. انت ما تعرفوش ولا ايه؟ طب سلم كل شغلك واوراقك لزمايلك وروح كمل نوم يا حبيبي. حبيبة مدير تسلم والله، كلك ذوق. وبكرة معاكم ان شاء الله. You are fired. لا الحمد لله انا دافي شوية بس مش لدرجة فاير يعني. شكرا لاهتمامك واطمئنانك يا إدارة. حلوة صورة الواتس بس مسحتها ليه؟ لا ده انت عايز تشلني بقى. والله بحاول بقالي سنتين يا إدارة، بس انت اللي صحتك حلوة ما شاء الله. غور من وشي. طبعا مستنيين تشمتوا فيا، بس على جثتي وجثة شامبو. من صفات الموظف الناجح انه لما بيقع بيقوم تاني، لما بيقوم احسن من الاول. خليكوا فاكرين لكل جواد كبوة، والايام اللي جاية لا فيها راحة ولا حنية. سامعك يا سماح عم مجيبة ضيقة، اللي ما بتجيش غير 3-4 ايام وما بتقعديش في الشغل غير ساعتين وكله بيعدي. خلاص يا زملاكس كفاية فضايح. انتوا مفكرين ننام على ودني ولا ايه؟ ولا الصباح بتاعت البوفيه اللي كل دقيقة داخلة وطالعة من عند المدير. الله يفضحك يا بعيد. وانت يا ايمن عصفورة حسابك معاه بعدين. روق بس يا صاحبي. سيبني يا عم سيبني. حصل ايه بس ده كله؟ ما انا حموكش يا ابو الحماكيش، على اخر الزمن يتقلب فاير. هو قالك كده؟ ايوه. معلش يا زملاكس اكيد ما يقصدش. لا كان قاصد. معلش يا صاحبي، الشتيمة ما بتلزقش وبتلف تلف وتلزق في صاحبها. انا هعديها له المرة دي بس عشان خاطرك يا صاحبي. ايه ده انت لسه هنا يا ابني؟ امال عايزني اروح فين؟ انا مش قلت لك you are fired؟ شفت اصلا عرفت انه قاصد. يا ابني you are fired دي يعني انت مطرود. صاحبي انا كنت حاسس ان نهايتي قربت يا زملاكس. بعد الشر عليك ما تقولش كده يا صاحبي. لحد الضغط والسكر وانا كنت صامت، انما غسيل كلية ورفض كده كتير. هتخف يا زملاكس، هتخف وهتبقى احسن من الاول. ايه ده انت عندك الامراض دي كلها؟ 5 في عينيك. حرام عليك يا اخي، انت ايه ما عندكش دم؟ مفيش احساس؟ مش كفايه اللي هو فيه؟ انا ما كنتش اعرف.
حرام عليك، ده عنده 3 عيال. 4 يا صاحبي. ايه ده، انت جبت الرابع امتى؟ ما انا كنت متجوز كده في السر ومخبى عليكم. انت ايه يا جدع، انت حتى وانت بتموت مش عاتق. وسيت ليك العيال يا ممس. ما تخافش يا صاحبي، في عينيا. العيال بس يا عم انت مراتك دي حد يتجوزها اصلا؟ خلاص انا اسف، ارجع الشغل تاني. اسف؟ نصرفها فين اسف دي؟ في بنك سوري الدولي. وما صاحبي موديك مستشفى. مش قادرة اقوم، هاتولي الاسعاف. خلاص ما تحسسنيش بالذنب اكتر من كده، هديك 2 شهر مكافأة. 2 شهر مكافأة؟ يا جدع بقول لك عنده 4 عيال. 5 يا صاحبي. نهار ابوك اسود، انت فاتح ملجأ ولا ايه؟ خلاص هزود لك المرتب 2000 جنيه كمان. 2000 جنيه؟ انت عارف كيلو السكر بكام دلوقتي؟ ولا الانسولين. انسولين ايه؟ انت جالك السكر امتى؟ من شوية. عيب عليك يا صاحبي، قال اتخذت لحم واترميت عظم عظم. عظمي. خلاص صعبت عليا، اقعد في البيت ومرتبك هيجيلك لحد عندك. يلا بينا زوموليكس. على مهلك على مهلك وانت بتقوم. واحدة واحدة. سلامتك من استنى قبل ما تمشي، مسامحني؟ مش سامحك. متشكر. بس اوعى تعمل كده تاني. مش عايز مني اي حاجة تاني. قول لهم اشتركوا في القناة. لو بتحبوا حموكشة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. حبيبة يا مدير.